الفل. يا رب تكونوا بخير وسلام وصحة. النهاردة هتكلم في نقطتين ومهمين جدا جدا فوق ما تتخيلوا. عفوا. جاني أسئلة إن أمهات بيجيبوا لي صورة أدوية، يبعتها لي على الخاص ويقولوا لي إيه رأيك في الأدوية دي، نديها لعيالنا ولا لأ؟ طيب مبدئيا كده، مفيش اخصائي يتكلم على ادويه او يكتب ادويه او يقول اسامي ادويه او يوصف ادويه لاي ام او اي وليه امر او اي حد. ده مش تخصصك، ولا انت اصلا خريج طب. اللي مسؤول على انه يكتب الدواء مخ واعصاب، انف واذن وحنجره، طب نفسي، دكتور خريج كليه طب. غير كده محدش يكتب دواء. وبقولها لامهات، ما تاخديش بكلام اخصائي في الدواء بالذات، لان الدواء ده حياة طفل وحياة ابنك. ما تلعبيش على شيء انت ما تفهمهوش ولا تعرفيه. عايزة تستفسري على نوع دواء معين، ابعتيه لدكتور، روح اكشفي، قولي له انا عايزة اعرف الدواء ده هل يجيب نتيجة مع ابني. لكن ما تنزليش صورة او تبعتي صورة لاخصائي او لحد على الخاص وتقول له ايه رايك في الدواء ده. ما هو طبيعي مش هيفهم، دي مصطلحات ورموز وكلمات، ودرس 7 سنين ولا 8 سنين، درس كتير علشان يبقى اسمه دكتور. احنا اخصائيين، لكن الدكتور الوحيد اللي هو مكلف ان يكتب لك دواء اللي انا قلت عليه، او طبيب اطفال. فبعد اذنك بعد اذنك ما تمشوش ورا حد. ويا ريت الناس اللي هي بتوصف الادويه بلاش تقولوا حاجه زي كده. احنا اتعلمنا على ايه ده، ايه يعني ايادي او اتعلمنا على ايد ناس جميله زي دكتوره منيره السروجي، وزي دكتور محمد عبد الهادي، وزي دكتوره سماح الفضالي، واتعلمنا على دكتور محمود صبري، وايمان ابو اليزيد. في دكاتره حلوه اتعلمنا على ايديهم وعلمونا ان الطفل ده كانه ابنك. كانه ابنك، يعني لازم تتقي ربنا فيه، ولازم لما تشتغل معاه تشتغل بضمير، وعامله ربنا اول حاجة قبل اي حد، قبل الام وقبل الاب، علشان ده كأنه ابنك وكأنه بنتك. فبلاش تكتبوا ادوية. والناس دول وصونا قوي، احنا مش بتوع ادوية يا جماعة، احنا ملناش علاقة بالدواء. احنا لما بنشتغل تمرينات تدريبات، سواء تخاطب، تنمية مهارات، تعديل سلوك، حاجات كتيرة، او وظيفي، او وحتى دكتور